بسم الله الرحمن الرحيم. ده تقرير عن كتاب الوزارة، تواصل اللغة العربية، رياض أطفال مستوى أول الفصل. جميل جدا. نبتدي من سن كام؟ نبتدي من السن اللي قالت عليه الوزارة، اللي هو 4.5 أو 5.5 في التجريبي. ده كي جي 1. تمام. سن 5.5 كي جي 1. طب قبل كده بعلمه ايه؟ ما بتعلموش اي حاجه خالص. يجيلك الكتاب يا اما بتدخلي الطفل المدرسه يتعلم فيها كي جي 1، يا اما بتجيبي له مدرسه تاسيس هي اللي بتعلمه المنهج ده. وما تستبدليش المنهج ده باي منهج تاني، لان المنهج ده اللي هيمشي معاكي لحد سنه رابعه. يعني المناهج ماشيه بصوره ليفلات، المناهج مترتبه على بعضيها وماشيه ورا بعضيها عشان يطلع ابنك سنه رابعه عارف كل الكلام ده، فيدخل سنه رابعه مرتاح. يدخل سنه رابعه مرتاح. ما تستبدليش المنهج ده باي منهج تاني من خارج الوزاره. ليه؟ هو مش عشان حلاوته ولا عشان جماله، لكن عشان احنا هنطلع رابعه هنخبط فيه. فانتي من دلوقتي يعني بدل ما تخبطي فيه، ما تاخديه كده على مهله، ليفل بعد ليفل، لحد ما توصلي مع ابنك لحد سنه رابعه وما تتعبيش. تمام. طيب، يبقى متعود بقى على اسلوب الوزاره ومتعود على كتب الوزاره والكلام ده كله. فما تجيش بقى انت تاخدي مناهج من بره وبعدين تيجي بعد كده في سنه رابعه ترجعيه تاني لمناهج الوزاره، تلاقي نفسك خبطتي في الحيط. يبقى ما استفدناش حاجه. لا، احنا حضرتك نبتدي معاه تاسيس بمناهج الوزاره. سن كام؟ سن 5 سنين. ما حدش يكلمني عن 3 ولا 2 دي خالص. ماشي؟ دي ما فيهاش تعليم اكاديمي من اصله. بنبتدي من سن 5 سنين. ليه؟ عشان هو ده اللي قررته الوزارة، ده التقديم في المدارس، ده هو ده السن المناسب علشان الطفل يبتدي فيه تعليم حروف. تمام. طب تعالي نشوف الترم الاولاني كده بياخد كام حرف. ادي 2، ادي 4، ادي 4 و3 7 و3 10. ايه ده؟ 10 حروف بس في الترم الاولاني؟ حضرتك 10 حروف بس. الله، امال فين الكلمات اللي قالوا عليها؟ مش هيكتب كلمات؟ لا، مش هيكتب كلمات، هو هيكتب حروف بس، وكمان هينساهم. فبالتالي هياخدهم في الترم التاني. تمام. تعالوا نتفرج على الأنشطة المتقدمة. انتي لو مسكتي الكتاب ده مش هتحتاجي لأي حاجة تانية غيره. تمام. كل الحكاية ان انتي هتطبقي الأنشطة اللي في الكتاب ده، مثلا على حتة عجينة يقعد يشكل بيها الحروف، على مش عارف رمل، يكتب على الرمل، يكتب على البورد. الطفل قلم رفيع، قلم رصاص رفيع. اللهم ازاي هيتعلم؟ مش يكتب على السطر، مش يكتب على مش، لا حضرتك، ده مش عندنا، ده مش موجود عندنا. ده يكتب في كراسة رسم كبيرة، يكتب على بورد كبير، انما ما يكتبش في مساحة ضيقة ولا حتة صغيرة ولا سطر. ما يكتبش على سطر، ما يعرفش يظبط ايده حبيبتي. تمام. طيب، هو كده بيكتب. فين الكتابة؟ مفيش كتابة. امال ايه الموضوع؟ الحكايه كلها ان هو بيمشي على الخط، بيمشي على الخط، بيوصل حاجتين ببعض. طب ده فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيتعلم اتجاه الكتابه، اتجاه من فوق لتحت او من تحت لفوق او من يمين شمال وشمال الى يمين. اهو بدايات الكتابه. طب لنفرض الطفل فشل في الكتابة مرة واثنين وثلاثة واربعة في سن 5 سنين، ولا في أي حاجة. المنهج ده معمول على إنه ما يختموش. يعني ايه ما يختموش؟ يعني ياخد 75% منه. الله، يعني هو كمان مش هيكمل ال10 حروف؟ مش مشكله خالص، على حسب مستوى الطفل او على حسب استيعاب الطفل. بس احب اقولك ان 90% من الاطفال بيستوعبوه تمام التمام. طب افرضي انا ابني بطيء شويه وما قدرش يستوعبه، لا عادي خالص، هياخد حضرتك الحروف تاني في الترم التاني، وهياخدهم في كي جي 1، وهياخدهم ترمين في كي جي 1. تمام، لحد ما يقدر يستوعب. طيب افرضي المنهج طويل عليه، يعني المنهج اطول من السنه الدراسيه او اطول من الترم، اوكي مفيش مشكله خالص. عندنا الاجازات نشتغل فيها برضو. كل يوم صفحه، كل يوم صفحه. الطفل مش محتاج اكتر من كده. الله، هو انا مش هخليه يكتب في كراريس؟ كراريس ايه حضرتك؟ احنا قلنا مفيش كراريس، مفيش كراريس اصلا. الكتاب يكفي جدا لان الطفل يكتب فيه، ومساحة كبيرة جدا وألعاب كتير جدا يقدر الطفل يلعبها بالقلم. وقلنا نستخدم قلم تخين شوية، قلم شمع ولا قلم سهل على ايد الطفل في البداية. تمام. بعد الألف حرف الميم. الله، هو مش هيمشي بترتيب الحروف ألف ب ت لا حضرتك، احنا ما يهمناش خالص ترتيب الحروف. وبعدين الاتجاه العالمي الجديد في تدريس الحروف هو ان احنا لما نيجي ندرس لطفل حرف وبعديه حرف تاني، لازم الحرفين يكونوا بعيد عن بعض تماما، ما فيهمش اي تشابه في الرسم ولا في الشكل ولا في النطق.
يعني الالف والميم ده نطق وده نطق تاني خالص. ليه؟ علشان الطفل ما بيقدرش يستوعب التفاصيل او التشابه بين الاشياء الدقيقه، التشابه الدقيق بين الاشياء. يعني الب والت هم حاطين ايه في ترتيب الحروف؟ ب ت س، اللي هو ايه؟ ب نقطه، ت نقطتين، وفوق كمان مخالف في الاتجاه، وس 3 نقط. طبعا ده يعني الترتيب ده لو علمناه لطفل سن 4 سنين ما ينفعش خالص، لان هو ما بيعرفش يفرق ما بين اللي فوق واللي تحت لسه، هو ما بيعرفش. تمام. وكمان ما يعرفش تشابه الحروف واختلاف الحروف، صعب جدا عليه، ما يقدرش يفرق ما بينهم. هنا بياخد كلمات على الحرف، واخده بالك؟ وايه ويختار، يعني يختار الحرف اللي هو ايه، يشاور عليه، مش عارف، يوصل. ده صوت ايه؟ ارنب، هحط لون انطق واكتب الحرف الاول. ما خلاص كتبناه بقى، كتبناه على البورد وكتبناه على الرمل وكتبناه بالعجينه. انت امشي على الكتاب وامشي. يعني انت متخيله ان كل اسبوع حرف واحد؟ كل يوم الصبح كده الطفل بيصبح على الحرف الواحد ده لمدة 7 أيام. يعني مش ممكن ما يحفظوش. وترجع الأم تسألني هو ليه بيتلخبط، هو ليه بينسى الحروف؟ كل ما علمه حرف ينساه. حبيبتي علمي الحرف في 7 أيام، مش هينساه أبدا، عمره ما هينساه. انما شغل الكروته وشغل التلصقه بتاع المدرسين، وتجيبي له مدرسه تاسيس تقوم عامله لك 5 حروف في الاسبوع، ده بمناسبه ايه حضرتك؟ وانتي تقعدي تنحتي قلبك في النهارده في حرف عشان تاني يوم هياخد حرف تاني. لا حضرتك، انت كده بتظلمي الطفل وبتظلمي نفسك. فما ينفعش الكلام ده طبعا. انت امشي على منهج الوزاره وبترتيب الوزاره، وكل يوم صفحه واحده، كل يوم صفحه واحده. هتمشي كل يوم صفحه واحده، حتى لو مديتي المنهج لبعد الدراسه ماشي، بس لازم تخلصي كل صفحات المنهج. ندخل على الترم التاني ماشي، يكمل معانا كل الحروف. يعني ايه؟ يعني ابني هياخد الحروف على سنة كاملة، كل اسبوع حرف. طب افرضي طول شويه، يعني ما ناخد معانا الاجازات، احنا مستعجلين ليه؟ مش انت معاكي مدرسه تاسيس او انت اللي بتاسسيه؟ تمام. هنا مفيش كتابه، مفيش كلمات يا حبيبتي، اكتب الصوت الاول. يعني بيكتب الحرف اللي هو اتعلمه في الترم الاولاني. تمام. انف، ميم مركب، ما هو خد الميم وخد الالف وقعد اسبوع فيها، وبعدين بعد الاسبوع ده بنراجع، بنحط الحرفين على بعض وبنراجعهم. انهي طفل اللي مش هيحفظ كده؟ فطبعا المنهج كويس جدا بالنسبه لمستويات الاطفال. هنا في الترم الثاني شدينا شويه، ابتدينا ايه، ناخد الحروف اكتر ماشي، لانه خلاص بقى حصل له تمهيد في الترم الاولاني وخد 10 حروف بحالهم. فهنا بقى نقدر نمشي معاه اسرع شويه. طيب افرضي ابني بطيء، عايشي معاه بالراحه، امشي معاه على قد سرعته. اللي هيحصل ان انت هتطولي شويه في المنهج. يعني حطي في دماغك انك تخلصي المنهج بس على قد سرعة الطفل، احنا مش ورانا حاجة. يعني ممكن كمان ناخد المنهج ده في سن 6 سنين عادي جدا. افرضي الطفل بطيء، انك تمشي معاه على قد سرعته. لو كل يوم صفحة واحدة هتخلصي المنهج ده في سنة، او هتخلصي المنهج ده في ميعاده الصحيح في الترم. تمام. او هتخلصيه في عدد شهور زياده، يعني ممكن تزودي شهر شهرين 3. نخش على كي جي 2 ترم اول. تمام. حرف الالف، حرف الميم اهو بادئين بيهم، هم حرف الباء، حرف الفاء، هم نفس ترتيب الحروف اللي هم بعيد عن بعض خالص، يعني كل الحروف الغير متشابهه. تمام. الف اهو، فين الالف؟ تمام. اهو بيعيد تاني بيعيد تاني. يعني افرضي مثلا الطفل ما خدش قبل كده، هنا اي او، هنا بقى الحروف بالحركات. افرضي ما خدش قبل كده ترم، يعني ما خدش كي جي 1 لاي ظروف بقى، قعد في البيت ما مش عارف ايه، كان في كورونا، كان عيان، جه على طول دخل كي جي 2. ياخد الحروف اي او، فتحه كسره ضمه. سنه كام؟ سنه 5.5 6. ده سن مناسب جدا للبدايات. تمام. هيبقى مستوعب وهيبقى كبير والموضوع مش هيبقى صعب عليه خالص. طيب ناخد كام صفحة في اليوم؟ هي صفحة واحدة حبيبتي، انت عايزة اكتر من صفحة ليه؟ خش بعد كده بصي اي او، ومدينها لك بكذا طريقة، ما مي مو. الطفل بوصل، علم، لون، كل الكلام ده. امال فين الكتابة يا جماعة؟ مفيش كتابة يا حبيبتي، لسه. طب اقرا. اقرا، علم، شوف إلى، ها إلى، شاور عليها، اقرأ وارسم دايرة حول إلى.
اهو حاطط له إلى فوق وحاطط له إلى هنا. ليه؟ عشان يبص يشوف التشابه اللي بين الكلمات. تمام. الله، هو مفيش كتابة ولا ايه؟ مفيش كراريس؟ لا مفيش كراريس حضرتك، واحنا هنقطع الكراريس ان شاء الله وهنلغيها خالص من اي حاجة في اي حاجة. انما يكتب عواميد ويكتب كلام تحت بعضه، هيفهم ايه هو من الكلام ده؟ التمارين اللي موجودة في الكتاب دي بتنمي وعي الطفل بالقراءة والكتابة مع بعض. ماشي؟ بتربط ما بين الاتنين، بتخليه يفهم الكلمة متكونة ازاي. هندخل بعد كده في دمج الحروف وكمان تحليل الحروف. اوبا اهو، ألف زائد ميم ف زائد ميم فم. تمام. ألف نون ف أنف. ازاي الكلمات بتتكون؟ الكلمات بتتكون بالدمج. ماشي. هناخد بعد الدمج التحليل. تحليل الكلمه يعني ايه؟ يعني تسلس ازاي. انت هتستكفي بالكتاب ده عن اي كراسه. طب نخش بقى كي جي 2 ترم تاني. هنا هنبتدي نكتب بقى. ما احنا خلاص تمهيدي كتابه بقى، يعني شربنا بقى خلاص. الحروف اهي بتتعاد تاني. ماشي. اهي نفس الحروف هي بتتعاد. هنبتدي نكتب. هنكتب ايه؟ جمل؟ لا حضرتك بصي، تمرينات الكتابه مستمره معانا كمان في الترم الثاني وفي في الترم الثاني في كي جي 2 تمرينات كتابه. يعني الطفل لو كان خطه وحش، لو كان مش عارف يكتب، لو كان مش اهو الكتاب مليان تمارين. ماشي. هو هيستكفى بالكتاب ده عن اي حاجة تانية. بصي المهم يخلصوا لاخر صفحة. تمام. وهو مبسوط ومرتاح وحاسس بالانجاز ان انا خلصت فوازير ولعب واكتب على الحرف ولون ووصل ومش عارف واقرا. الاول الابتدائي، الفصل الدراسي الاول. تعالوا نشوف بقى جواه ايه. تعالوا نشوف جواه ايه. ماشي. هنكمل على كي جي 2 كتابة كلمات. من اكون اهو. تمام. ايه يكتب؟ لا حضرتك ايه، يبتدي الاول يتكلم. ماشي. وبعد كده هيكتب كلمات. ماشي. كلمات مش جمل. اهو بصوا التمرينات دي رائعة جدا للاطفال اللي عندهم تشتت. هي دي اللي بتتحط في كتب صعوبات التعلم وتمرينات صعوبات التعلم. يلي يعني كل ام دلوقتي حاطه ايدها على قلبها وعماله تقول ابني صعوبات تعلم. لا حضرتك ابنك مش صعوبات تعلم، بس ايه، التمرينات دي احنا بنعملها للاطفال علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تقوي عضلات ايديهم، عشان خاطر تقوي الانتباه عندهم، تقوي التركيز، وكمان بتستخدم كعلاج لصعوبات التعلم. تمام. فادي الالف، ادي الالف. اذن، مقص، اختار الالف من دول. احمد، اختي، احب، اسرتي. المفروض يكتب الكلام ده. لا حضرتك استمع ثم ارسم دائره حول حرف الالف. تيجي المدرسه الحلوه الجميله في الفصل تخليهم يكتبوا الكلمات دي في كراسه. مين قال لك تعملي كده؟ مين قال لك؟ الوزاره قالت لك؟ لا طبعا الوزاره ما قالتش كده. الوزاره قالت استمع وارسم دائره. تمام. امشوا على الكتاب بس والطفل هيطلع زي الفل. تمام. اي او احنا بنتعلم من اول وجديد الحروف. اي او بنتعلم من اول وجديد اهو. بعد كده في اخر الترم هيبتدي يكتب كلمات. هتكون سهلة جدا عليه، مش هيواجه اي مشكلة. ليه؟ ده وخد المناهج بترتيبها هيطلع رابعة مرتاح جدا. اللي عمل المنهج ده عامله بتدريج عشان الطفل يوصل رابعة وهو مرتاح. ماشي. ويتعلم بالراحة، مش يتعلم بالإكراه والضرب واللي احنا بنعمله في أولادنا. طب نخش على أولى ترم تاني كده نشوف بيكتب ايه بقى. دخلنا في الجمل ولا لسه؟ دخلنا في الجمل ولا لسه؟ الله، احنا ايوه، اللام الشمسيه واللام القمريه، المد بالالف. هنا بقى الظواهر اللغويه. انا ونحن، ده كتاب المعلم لاني ما لقيتش الكتاب الطالب. طيب كتاب المعلم مش مشكله، بيعرفنا ايه اللي في المنهج. ماشي. هنا ضع خط تحت الكلمه المناسبه لمعنى الجمله. ماشي. في ولا الى؟ في ولا الى؟ ماشي. بيتعلم كلمات بسيطة بيسموها الكلمات الشائعة. تمام. الكلمات الشائعة بيدمج ده الكتاب كله أنشطة وتهريج ولعب وبتاع. فين الجمل؟ احنا بنكتب كلمات بس. اكتب بعضا من هذه الكلمات. ماشي. اللي هي الكلمات اللي واخدها في الترم الأولاني، خدي بالك. تمام. لو مشي بترتيب الكتاب مش هيواجه أي مشكلة. طب افرضي معرفش يكتب كلمات، طيب ما المدرسة تساعده، بتكتب الكلمات على السبورة أو تعلمها له بالأنشطة وبعدين هو يكتبها هنا. تمام. أو أنتي ماما تساعديه.
وكل ما يكتب المنهج تراكمي يا حبيبتي، المنهج تراكمي. كل ما يتعلم زياده كل ما هيثبت في دماغه زياده. لو ما ثبتش النهارده يثبت بكره، لو ما ثبتش من ليفل ورا شويه. يعني لو الطفل ما خدش خالص وهيبتدي اولى ابتدائي، ارجعي 2 ليفل على الاقل علشان تاخدي الحروف من بدايتها بالالعاب هنا بايه هنا. ابتدى ياخد بقى اناشيد والميس هتحفظه تمام. ابتدينا نقرا، بس ده مش هنقرا جمل طبعا، احنا ده الميس هي اللي بتقرا له، الميس بتقرا له جمل. احنا لسه مش بنقرا بس كلمه او كلمتين. تمام. المنهج متدرج وفي منتهى الجمال، بس يتقدم صح، يتدرس صح. للاسف محدش بيدرسه صح.